بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم حبايبي في قناتكم، قناة البيت الدافي. النهاردة إن شاء الله معانا روتين حلو جدا بإذن الله، هيشجعك وينشطك، ونشوف احنا هنعمل ايه. بس فضلا وليس أمرا، محتاجة منك شوية لايكات حلوين كده للفيديو بتاعنا بإذن الله. اللايك الجميل بتاعك يرفع الفيديو فضلا وليس أمرا، يعني لو عجبك الفيديو بإذن الله. أول حاجة عملتها النهاردة إن شاء الله أنا ناوية أنزل أجيب شوية طلبات. أنا هجيب الطلبات بتاعتي من مكان جنبنا، مش نازلة السوق يعني. فهو حبة حاجات برضو هجيبهم كده يمشوا معايا الاسبوع. الفترة دي عايزين نشوف احنا هنعرف نمشي مع بعض ازاي ونمشي نفسنا ازاي، لان طبعا الاسعار حدث ولا حرج، وعمال الاسعار بتطلع كل يوم. فاحنا مش عايزين نجيب حاجة ونركنها او نجيب حاجة ونبهدلها، وفي نفس الوقت نجيب على قد استخداماتنا. مع الاضافة يا جماعة، الست الشاطرة بقى الفترة ديت بصراحة هي اللي بتحتاج مجهود كبير جدا علشان تظبط ميزانيتها وتظبط امورها في البيت ان شاء الله. تعالي بقى نشوف احنا عملنا ايه النهارده. احنا نزلنا جبنا شويه طلبات. الطلبات اللي تجيبيها تجيبي على قد استخدامك في الاسبوع، وتعملي منيو للاسبوع بتاعك، هيريحك وهيوفر معاكي كتير. اعرفي انت هتطبخي ايه النهارده وهتطبخي ايه بكره. مش عيب ومش حرام، مش الناس تقولك لا ده احنا عشنا لبكره، لا احنا هنعيش ان شاء الله اذا ربنا اراد يعني. فاعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. فالبني ادم لازم يدبر اموره ويفكر كده يعمل ايه. بنحسب الحسابات في الهنا يبات. نحسب حساباتنا ونشوف امورنا ونشوف ورانا ايه. ده كان فول انا كنت مدمساه امبارح يعني، وطلعت عملوا منه عشاء وعملوا منه فطار الصبح. فاخدت بقى انا الباقي كده، قلت افرزه بحيث ان هو ما يتبهدلش مني. على قد ما نعمل دايما تفرزي تلاجتك، تفرزي الديب فريزر بتاعك، تشوفي انت عندك ايه وما عندكيش ايه. ايه اللي ناقص عندك وايه اللي انت محتاجه تشتريه. ايه اللي ضروري تشتريه دلوقتي وايه اللي ممكن يستنى الاسبوع اللي بعده. المنيو هيريحك كتير جدا في الموضوع ده لما تعمليه. انا بعمل الفول بصراحه بيوفر معايا جامد، مش بشتري فول خالص من بره. الفول اعمليه في البيت، الطعميه اعمليها في البيت، البتنجان المخلل، الحاجات دي كلها بتبقى حلوه عندك في الفطار بقى. مع الاضافه بقى كمان لشويه معجنات كده حلوين، هيساعدوكي كتير 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 الفتره ديت. ست البيت بصراحه كتر خيرها الف مره والله العظيم، يعني تستاهل كده يترفع لها القبعه زي ما بيقولوا، على تحملها للمسؤوليه في الفتره اللي احنا فيها ديت. وهي اللي هتعدي بيتها ان شاء الله. الست الشاطره هي اللي هتعدي بيتها مهما كانت الاحتياجات كتيرة او المسؤوليات كتيرة. الست الشاطرة هي اللي بتعرف توفر وتدبر ازاي وتمشي امورها ازاي. طبعا محتاج منك مجهود كتير. الشراء هيفرق معاكي كتير جدا، طريقة الشراء والاسلوب طبعا لازم يتغير الفترة دي. ما عادش ينفع نجيب حاجات كتيرة ونركنها عندنا، لا احنا نجيب على قد احتياجاتنا. بالاضافة طبعا للتفريزات زي ما قلت لك في اول الفيديو. انا جبت الكرومبايه دي، جبت الكرومبايه ديت ب7 جنيه، وجبت كمان القلقاس. الكرنبايه دي صغيره مش كبيره، هي الكاميرا هي اللي مكبراها شويه. القلقاس انا جبت القلقاس كان ب8، جبت كيلو وربع، جبت ربطه بصل. انا بحتاج البصل كمان عشان الطيور وكده، فانا جبت ربطه على بعضها كده دي ب5 جنيه. جبت خيار، الخيار كان ب12. جبت شطه، الشطه دي ب15 جنيه. والمهم ان هو وزن لي ب10 جنيه وخلاص، جبت ب10 جنيه. جبت برنجان علشان اعمل يا مسقعه يا اما اشوي جنب السمك. النهارده ان شاء الله هنتغدى سمك باذن الله، سمك مشوي. يوم السوق بحب يكون عندي سمك بصراحة، بيسهل عليا كتير، لان ببقى بعد ما بتقفي في المطبخ وبترتبي. جبت كمان ربطة لفت، ربطة اللفت دي حلوة قوي، الورق بتاعها حلو، هينفع نعمله محشي. والروس هناخدها نعملها آه للمخلل يعني. بقى عندنا المخللات، وعندنا حاجة الفطار، وعندنا حاجة الغدا. الحمد لله رب العالمين، الف حمد وشكر ليك يا رب. ندبر امورنا ونشوف هنعمل ايه في حاجتنا النهارده. طبعا الليفت يعني بنجر. جبت كمان نص كيلو يبقى موجود، هعين منه في الفريزر. الباقي هنعمل منه المخلل ان شاء الله. هاخد واحده كده للمخلل، والباقي هحطه في الفريزر، بينفع جدا في الايام اللي مبيبقاش فيها بنجر يعني. خدت بقى كمان المكرونه، بدات بقى ان انا احطها كده عنها مكانها. دي المكرونه السباكيتي، المكرونه دلوقتي بقت ب20 جنيه كيلو. فبرضو ما تعمليش حاجه ويفوت منك وترميها، اعملي على قد الاكل بالظبط. والله لو قللتي كمان شويه مش هتفرق كتير على فكره. الفترة دي عايزين نلم امورنا ونلم دنيتنا علشان نعرف نمشيها لحد ما نشوف الدنيا هترسى على ايه. طبعا بس الست الشاطرة هي اللي تعرف تنظم امور بيتها كويس جدا في وقت الغلا وفي وقت الازمات وفي وقت الحاجات دي كلها. مش عيب ان احنا نشوف احنا هنعمل ايه ونرتب امورنا. بالعكس يا جماعة، كل حاجة محتاجة فلوس، كل حاجة محتاجة مصاريف. لازم تكوني ناصحة وتكوني واعية ومظبطة امورك كويس علشان ما تحتاجيش حاجة من حد، لان الفترة دي فترة صعبة جدا يعني.
فالله المستعان، ربنا يبارك لنا فيما رزقنا، ويوسع ارزاقنا يا رب كلنا بالخير وبالحلال يا رب، اللهم امين. نشوف احنا حاجتنا نظبطها، ودايما نفرزي تلاجتك، فرزي الديب فريزر، ايدك في الحاجه بتاعتك باستمرار، تعرفي انت عندك ايه. المنيو مش عيب، نعمل المنيو بتاعنا بتاع الاسبوع، اعملي معجناتك في البيت، اعملي تفريزاتك في البيت. بس برضو التفريزات ما تكتريش، وتجيبي اللازم والضروري ليكي برضو. الطماطم ما فيش غنى عنها يا جماعه في التفريزات بصراحه، يعني دي اساسي من اساسيات البيت، لازم تجيبيها على طول باستمرار وتفرزيها. الكوسه على فكره كانت ب 12 برضو، انا جبت نص كيلو بس. على قد مثلا لو انا هعمل شوربه عدس ولا حاجه، او هاخدهم اعمل كام صابع محشي كده مع المحشي بتاعنا. هو بصراحه الولاد مش بيحبوها قوي في المحشي، بس انا بفضلها يعني. بحبها مع المحشي بتاع ورق العنب والبتنجان، يعني بيبقى حلو قوي يعني. جبت كمان فلفل، جبت حوالي نص كيلو كده، خدت منه شويه كده بره، وحطيت الباقي في التلاجة علشان ايه، الاستعمال. طبعا بسيبه لما بيحمر كده بيبقى حلو قوي، لو جبتيه وسبتيه بره بيكمل الحمار بتاعه ده وبيبقى حلو. انا جايبه الفلفل الشطه ده علشان اعمل هريسه، ما عادش عندي هريسه، بتبقى حلوه قوي كمان في المحاشي وفي الطبيخ، صراحه حلوه قوي لما بتتبلي بيها برنجان، بتتبلي سمك، تبقى حلوة قوي يعني. فانا بحب بصراحة الشطة تبقى موجودة عندي، الشطة الحمراء دي حلوة جميلة يعني، بتطعم الاكل خالص يعني. كمان الطماطم بتاعتنا هي ده، انا جبت الطماطم دي برضو، كان الكيلو كان ب8، جبت كيلو وربع ب10. حطها عندي بقى في التلاجة كده للسلطة. كنت جايبة كمان شوية طماطم كمان للطبيخ يعني. هعملهم ان شاء الله معاكم باذن الله في الفيديو الجاي مع الكرنبايه بتاعتنا الحلوه دي، عشان الفيديو بتاعنا ما يطولش. مش حابه ان الفيديو يطول اكتر من كده بصراحه، عشان الناس اصحاب الباقات يعني. فانا جبت بقى كمان الكرنبايه والطماطم، هنعملها ان شاء الله الفيديو الجاي مع بعض، وهنعمل شويه محشي بقى حلوين كده. لزوم السقعه، الخضار بتاع الشتاء واكل الشتاء حلو وبيدفي وجميل. آه، حاولي بقى كمان يكون عندك اكل ممكن يمشيكي على يومين كمان، يبقى حلو قوي. يعني عملت مرة خضار ولا حاجة، اعملي زودي شوية، ولو فات طبق تاني يوم بنتغدى بيه مع شوية مكرونة مع شوية رز مع حبة حاجات نعملها كده، شوية سلطة، طبق بابا غنوج، حاجة حبة حاجات كده، ومشي اليوم بتاعك. البرنجان القلقاس بقى بصراحة تفريزه حلو جدا في الأيام دي، طبعا شهر 12 عندك وشهر واحد أحلى شهور في السنة تقدري تفرزي فيها الحاجات بتاعتك والخضار بتاعك. القلقاس دلوقتي بيستوي وحلو جدا، وبيبقى طعمه عسل بصراحة. أنا بعمله بالكزبرة بس، مش بعمله بالسلق. ان شاء الله باذن الله برضه هعمله لكم في يوم كده ان شاء الله اكون طبخاه، وهطلعه واعمله معاكم في الاسبوع بتاعنا باذن الله. القلقاس بجيبه بقطعه كده حلقات، انا مش بغسل القلقاس، انا بمسحه بس وبنضفه مره والتانية كده، وبعد بقى ان انا اقطعه. حبيت بقى تستعاني بصديق عندك في البيت كده ولا حاجه، حد يكون ايده جامده معاكي ويقطع تمام، مش مفيش، اعملي طريقه الحلقات دي حلوه جدا وبتسهل عليك الدنيا. قطعي بقى القلقاس بتاعك كده وظبطيه، اعملي الاكياس على قد الطبخه بتاعتك، هتعمليها على يومين تمام، اعرفي انت اللي عارفه مقدارك ايه ونظامك ايه في التقطيع ونظامك ايه في التكييس بتاعك. الحاجات دي حلوه جدا في البيت، بتوفر الوقت وبتوفر المجهود، وانك تطلعي الحاجه كده يا دوبك على الحله، ده في حد ذاته يعني راحه جامده يعني. بصراحه كون ان يبقى عندك طماطم، عندك قلقاس متفرز، عندك بسله. انا لسه ما جبتش البسله الجديده بصراحه، لسه بخلص في البسله القديمه اللي عندي، ما اشتريتهاش خالص وما جربتهاش لسه، بس طبعا اكيد خضار الشتاء الخضار الطازه جميل بيبقى حلو جدا، بس اما اخلص اللي عندي، لان انتوا عارفين الاسعار غاليه، فانا لسه ما اشتريتهاش. قطعت بقى القلقاس بتاعي كله كده مربعات او مكعبات زي ما انت عايزه، وهكيسهم في كيسه. كنت الاول آم، ناس بتقول بتعمل القلقاس بالصلصه زي البطاطس كده، بيعملوه زي البطاطس، بس انا ما حبيتش الطريقه دي خالص. كنت اول ما اتجوزت كانت حماتي الله يرحمها كانت بتعمله بالصلصه. وبعد كده بقى بدأنا نعمله بالخضره كده. خلاص احنا مشينا على نظام الخضره ده، بصراحه حلو جدا عن التانية اللي هي بالصلصه دي. فقلت لها انا هعمله لك انا بقى بالخضره كده، وشوفي ايه رايك فيه. فلما عملته بالخضره عجبها جدا، وكان يعني خلاص غيرنا الطريقه خالص يعني. كانوا هما بيعملوه هنا كانوا بيعملوه بالطماطم، ما حبيتش طريقة الطماطم دي خالص، عامل زي البطاطس كده، مش تحسي ان انتي بتاكلي قلقاس، تحسي ان انتي بتاكلي بطاطس. بس الطريقة دي حلوة جدا
وانا مجرباها كتير، ودي طريقتي اللي انا بفرز بيها وبشتغل بيها من زمان يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. مش بعمله بالسلق خالص. باذن الله هوريك الطريقه باذن الله وهتعجبك برضو. خلصت بقى الكميه بتاعتي كده وكيستها وظبطتها. لقيت واحده كمان، لا ده احنا مش هنرمي حاجه خالص. رجعت تاني فتحت الكيس وحطيتها تاني مع القلقاس بتاعنا. خدت بقى القلقاس بتاعي ده كده احطه ان شاء الله بقى في الفريزر واظبط الدنيا كده. وتعالي بقى نشوف السمك بتاعنا النهارده. الكرنبايه زي ما قلت لك هنعملها ان شاء الله مع بعض مع الطماطم اللي انا جايباها للتفريز وكده. ده السمك بتاعنا انا جايبه الكيلو ب25. حلو قوي برضو يعني. معقول سعره حلو وحجمه معقول. المهم ان يكون السمكه بتاعتك طازه وطعمها حلو. وتكون السمك بيبقى حلو قوي في الشهور اللي بيقولك بتنتهي بحرف الر. زي يناير وفبراير واللهم صل على سيدنا محمد وديسمبر. والشهور اللي هي ايه بتنتهي بحرف الر ديت بيبقى السمك حلو فيها قوي. ده سمك الشتاء يعني. تعالي بقى نعمل التملحه بتاعتنا. التملحه بتاعتنا عباره عن توم وفلفل شطه من اللي انا جايباها وفلفل حراق. فلفل اخضر واللهم صل على النبي وتومه. وكمان هحط البهارات ديت حلو قوي من باب الشام. بتخلي ريحه التتبيله بتاعه السمك او تملحه السمك تحفه. كل ده في الكبه مع بعضه مع شويه ملح كده. كل المكونات بهرسها مع بعضها احطها على شويه ميه. وظبطي بقى الملح بتاعك. حبه الخل دولت هم السر بيخلي قشره السمك تعوم خالص. طبعا الفرن بتاعي مكسر. حطيت السمك في الفرن وشويته. وعملت رز ابيض وسلطه خضراء. الف هنا وشفا لكل جرب.